واضح ان اللي سايق العربيه دي حاول يتفادى حاجه، بس للاسف عمل حادثه ومات. قضاء وقدر. بس الحادثه لازم يكون ليها شواهد وعلامات، وصحيح كان جزء كبير منها متحقق، بس رجال المعمل الجنائي والطب الشرعي كان ليهم راي تاني خالص. قضاء وقدر في القصه الكامله. الطريق ده اللي بيربط بين القرى، مجموعه من الاهالي يتفاجئوا ان في عربيه واقعه جوه الارض الزراعيه، والعربيه دي عامله حادثه وواضح ان ما بقالهاش فتره طويله، والجزء الامامي منها فيه شويه تلفيات. والاهالي لما تحاول تنقذ الشخص اللي قاعد جوه العربيه يكتشفوا ان الراجل ده مات، وواضح جدا ان الوفاه طبيعيه. المهم الاهالي يكلموا رجال الامن علشان يوصلوا على عنوان البلاغ، ولما يوصل رجال الامن يكتشفوا انها عربيه ملاكي، وان اثار الحادثه بسيطه جدا، وان الراجل اللي كان جوه العربيه قاعد على كرسي السواق وساند دماغه على الدركسيون، بس الراجل ده متوفي. وبعد شويه يوصل رجال المعمل الجنائي، بس يلفت انتباههم ان مفيش اي علامات لكاوتش العربيه، والعلامات دي بتكون نتيجه من دوسه فرامل قويه موجوده على الطريق قبل المكان اللي حصلت فيه الحادثه. والطريق ده فعلا هادي جدا، والاضاءه فيه تعتبر ضعيفه قوي. ولما يفتحوا العربيه يلاقوا الراجل ده شاب في نهايه العشرينات، ويلاقوا كل اوراقه الرسميه معاه، ويلاقوا كمان فلوسه والموبايل بتاعه، واسمه شريف وعنده 28 سنه، ورخصه العربيه باسم شريف. وهنا الواضح كده انها مش جريمه سرقه، لان كل حاجته موجوده معاه جوه العربيه. واللي يلفت انتباه رجال الامن ان الحادثه مش قويه قوي، صحيح في شويه تلفيات بسيطه، بس الحادثه دي ما توصلش لمرحله ان واحد يموت، الا لو كان اتعرض لصدمه بسبب الحادثه دي ومات بالسكته القلبيه. ويلاحظ رجال المعمل الجنائي ان في علامات بسيطه قوي في منطقه الرقبه، وده اللي يخلي رجال الامن يجي لهم حس ان في شبهه جنائيه، مع ان العلامات دي ما كانتش قويه قوي. ولما سالوا الاهالي اللي ساكنين بالقرب من المنطقه اللي حصلت فيها الحادثه، كلهم اكدوا انهم ما سمعوش اي صوت، ولا صوت فرامل عربيه ولا صوت حادثه، والدنيا فعلا هاديه جدا لدرجه ان اي صوت هيتسمع بسهوله. ولان رجال الامن عندهم احساس ان في شبهه جنائيه، فتوقعوا ان اللي عمل كده في شريف كان قاصد انه يبين انها مجرد حادثه، وان الوفاه عباره عن قضاء وقدر مش بفعل فاعل. المهم بعد ما يخلص رجال المعمل الجنائي في فحص العربيه كويس وجثه شريف، يتم ارسالها للطب الشرعي. وفي نفس الوقت ده يوصل رجال الامن لعنوان بيت شريف، واللي يطلع ساكن في قريه بعيده شويه عن المكان اللي حصلت فيه الحادثه. ويعرف رجال الامن ان شريف متجوز من منى بقاله 3 سنين، ومنى تبقى جارتهم وعلاقتهم ببعض كويسه جدا، وده كلام كل الناس. والساعه كانت وصلت 1 صباحا، وهنا رجال الامن لازم يكلموا مراته علشان يعرفوها اللي حصل. واللي يلاحظوا كمان انها اتصلت بيه مرتين علشان تطمن عليه، فيردوا عليها ويعرفوها اللي حصل بكل هدوء. طبعا منى ساعتها تنهار ومش مصدقه اللي حصل لشريف، ويحصل عندها حاله من الهستيريا لانها مش عارفه هتعيش ازاي من غير شريف، تحديدا ان عندهم طفل صغير عنده 2 سنين. وبعد ما تهدى شويه من الانهيار ده تقول لهم انها حذرت شريف كذا مره ان ما يمشيش في الطرق دي بالليل، تحديدا ان مفيش فيها اي اضاءه ولا فيها ناس كتير بتبقى ماشيه، والحوادث هناك بتحصل كتير جدا. ويعرف رجال الامن ان شريف شغال موظف، بس علشان يزود دخله كان بينزل يشتغل على العربيه بتاعته، كان بيوصل الناس لاماكن مختلفه، بس شغله ما كانش تابع لشركه، كان شغل خاص بيه، رقمه موجود مع كذا حد، واللي بيحب ان شريف يوصل